السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد للقناه ديالكم مروكي في فرنسا. الاخوان سمحوا لي اول حاجه على التعطيل اللي كندير، راه والله ما بخاطري الاخوان، راه القناه ما كايناش وبزاف ديال المشاغل والله العظيم داكشي علاش. المهم في هاد الايام هادي قريت في لي كومونتير على الفيديو الاخر اللي كنت دويت لكم على المواعيد اللي كاينين دابا حاليا في عين بورجه. غادي نجاوب واحد الجواب سريع قبل ما ننتقلوا للموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم، اللي هو واحد الاخ قال لي: عافاك اخويا، الا ما تقول لينا على شنو هما الاوراق اللي كيجمعوا ومنين كيصيفط لك الباترون اوتوريزاسيون ديال الترافاي، شنو هما الاوراق اللي خاصنا نجمعوا، واش كاين فيهم شي مشكل ولا لا. اول حاجه واحد الاخ سولني قال لي: واش لي رونديفو رجعوا كما كانوا من بعد القرار ديال لومباسا ديال فرنسا مع السفير الفرنسي، منين خرج بديك القرار اللي قال بان ما غيبقاش ديك التشديد على الفيزا، واللي عنده الوراق ديالو مقادين والفيزا ديالو مقاده غادي نعطيوه الفيزا ديالو، ما غاديش نديرو معاه حتى لا رفض لا حتى شي مشكل. اخوان كنقول لكم بان حاليا راه الناس بداو كيتوصلوا بالمواعيد ديالو، ماشي بواحد الطريقه اللي كنا كنعرفوا شحال هذه مزيانه متسرعه. نقد نقول لكم بان مازال ما تسرحات القضيه مزيان، مازال كاين شويه ديال الديكالاج في عين بورجه، مازال كاين تعطى الناس ديال شهر 6 7 8 مازال دابا ما توصلوا بلي رونديفو ديالهم. المهم هذه الاخبار اللي كاينه حاليا في عين بورجه. ما بغيتش نقول لكم راه كاينين المواعيد، راه الناس توصلوا بسميتو، لا اللي مازال ما توصلش بالموعد ديالو الاخوان كنقولها ونعاود لكم، يقول الباترون ديالو يجي لعندهم لعين بورجه ويهضر معاهم ان شاء الله ما يكون غير خير. هذا هو الحل. يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك نشد لك الموعد ولا كاينه شي طريقه واحده اخرى من غير الباترون، اما يبرزهم بالصوني صوني عليهم ولا يجي لعندهم لعين بورجه ويهضر معاهم، ان شاء الله غادي تحل المشكل بهذه الطريقه هذه. رجعوا للموضوع ديال اليوم ونجاوبوا الاخ ديالنا اللي قال بغى يعرف شنو هما الاجراءات والوراق اللي يجمع من بعد ما كتجيه اوتوريزاسيون ديال الترافاي، ومن بعد من يشد ليه الباترون الموعد ديالو في عين بورجه. اول حاجه الاخوان اللي هما ساهلين، هادشي نعم سيدي المقاطعه، غادي تجمع 4 ديال العقوز ديال لي زيكستري بالفرنسيه. سير تصور 6 ديال الصور الشمسيه، راك عارفين التصاور، غادي تمشي عند مول التصاور تقول لهم التصاور ديال الفيزا، هو غادي يخرج لك التصاور الحائط ديالو يكون زرق مفتوح، وتكون انت وخصوصا انت تكون لابس شي حاجه اللي مغلوقه، حيت باش الصوره كتبان ما خاصش يكون الحيط مفتوح وانت لابس حاجه مفتوحه. من الاحسن الانسان يمشي لابس شي حاجه اللي مغلوقه. هذه ثاني حاجه قلنا لي زيكستري والسته ديال التصاور ديال الفيزا. ايضا من المقاطعه غادي تمشي تجيب نسخه كامله، قول ليه يترجمها لك بالفرنسيه، هذاك الموظف اللي في المقاطعه اللي غتجيب من عنده هذه نسخه كامله بالفرنسيه. انتقلوا الان للسجل العدلي، يكون بالفرنسيه. ملي غتجيب السجل العدلي غتمشي تجيبو من المحكمه. بزاف ديال الاخوان كيقولوا لي واش السجل العدلي ولا حسن السيره ديال البوليس، شكون هما اللي نصايبوا من الاحسن؟ حسن السيره كتوجد على سيمانه، بالنسبه اللي بغى يمشي يصايب حسن السيره يمشي يصايبها، هي كتوجد على اسبوع. اما بالنسبه للسجل العدلي ديال المحكمه كيوجد في نهار تقريبا ساعه المكانه، كتمشي كيقول لك الموظف ضرب دوره ورجع عندي نص ساعه، كترجع كتلقى حسن السيره ديالك والسجل العدلي ديال المحكمه واجد. وبغيت نقول لكم واحد النقطه اللي بزاف كنلقى ديال الجدل عليها في لي كومونتير: لا الحسن السيره هي اللي دايزه، لا السجل العدلي ديال المحكمه هو اللي دايز. بغيت نقول لكم ان الا صيبتي حسن السيره بحال صيبتي السجل العدلي، بجوجهم دايزين بحال، ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين والو. كنعرف انا ناس قادوا السجل العدلي تقبلوا، وناس صايبوا حسن السيره وحتى هما تقبلوا. باش قيدوهم باش بقاو عاقلين عليهم الاخوان ونبقاو السيلو. 6 ديال التصاور يكونوا ديال الفيزا
4 ديال لي زيكستري عقوزديات بالفرنسيه. هادشي اخوان كلشي الوراق بالفرنسيه كلشي. السجل العدلي ديال المحكمه ولا ديال البوليس بجوجهم دايزين. تلقيح التيتانوس الاخوان ما بقاش دابا تمشي تسول عليه في الفارماسيان ما غاديش تلقاه. لقيتيه خذو ما لقيتيش بلا ما تاخذو، ما بقاوش كيسولوا عليه. شحال هادي كانوا كيسولوا على ديك التلقيح ديال التيتانوس، من بعد ما بقاوش كيسولوا عليه. في الايام ديال كورونا كانوا تيسولوا على التلقيح ديال كورونا اوبليجي يكون عندك. دابا الحمد لله ما بقى لا كورونا لا والو، ما بقاو كيسولوا على حتى شي تلقيح الاخوان. بلا ما ديروا هذا التلقيح، بغيتي تمشي للفارماسيان ولقيتيه ديروا شغل، يبقى شغلك هذاك هو. هذا تلقيح التيتانوس شنو هو؟ تلقيح التيتانوس بحال تقول غادي تمشي لدوله اخرى، الكليمه تبدل، وحتى هو مزيان لك الصداع، داك الامراض داك اللي كتعادي. المهم هو وقائي، هو زوين، ولكن انا كنقول لك لقيتيه خذو، ما لقيتيش ما تاخذوش. ومن بعد ديروا فوتوكوبي على لا كارت ناسيونال ديالك، ودير فوتوكوبي على 5 ديال الصفاحي ديال ديال جواز السفر ديال الباسبور الصفاحي الاولى. بطبيعه الحال كاين اللي كيطلب الصفحات كلهم ديال لي فوتوكوبي. المهم تسول الباترون ديالك قول له واش ندير 2 صفاحي الاولى ولا 5 ولا كلشي. هادو هما اللي كاينين الاخوان. كاين ماشي الباترون اللي كيطلب المناطق، كاين الشمال الجنوب كل بلاصه شنو كتطلب. كاين اللي كيطلب غير 2 صفاحي الاولى، كاين اللي كيطلب 5 ديال الصفاحي الاولى، كاين اللي كيطلب كيقول لك دير لي فوتوكوبي الباسبور كامل. واحد النقطه عاوتاني كولور ماشي كولور ماشي مشكل كما درتيهم هو هذاك. المهم غيكون داكشي واضح. هادو هما الاوراق كاملين. بقات ورقه وحده اللي الناس كامله كتسول كيفاش باغا تصايبها، واللي كتلقى فيها مشاكل، وبصراحه فيها مشاكل بزاف بزاف بزاف، اللي هي الشهاده الفلاحيه. خليتها لكم في الاخر باش نشرح لكم شويه الشهاده الفلاحيه، ونقول لكم الشهاده الفلاحيه الا بغيتي تصايبها كيفاش شنو خصك دير. لان بزاف ديال الاخوان كنلقى في التعاليق كيلقاو مشاكل كبيره باش يصايبوا الشهاده الفلاحيه. الشهاده الفلاحيه اول حاجه ما كيبغيوش كيتعكسوا على الناس اللي ساكنين في المدينه، كازا، الرباط، سلا، فاس، اللي ساكنين كاع في المجال الحضري كله ما كيتعكسوا معهم الاداره المغربيه. بالنسبه للناس اللي ساكنين في العروبيه ما عندهمش فيها مشكل، كيمشيو كيعطيوها. هو اصلا ديجا ساكن في العروبيه والمهنه ديالو الاغلبيه كيكونوا فلاحه، وكيكونوا معروفين بالفلاحه، كيكون عندهم الفلاحه كيخدموها. داكشي علاش الاعوان السلطه تيعرفوهم تيخدموا في الفلاحه، تيكتبوا لهم ديك الورقه. الحاجه اللي كيلقاوها الناس ديال المدينه، ولد المدينه جاتو اوتوريزاسيون ديال الترافاي في الفلاحه، هو ساكن في المدينه، خصو يصوفي راسو كي غيدير، خصو يقاد شهاده فلاحيه ضروري ومؤكد. الا ما كانت شهاده فلاحيه راه ما يمكن ليش، راه يقدروا يرفضوا ليه الدوسي الاخوان. الشهاده الفلاحيه كان هذا بالنسبه للناس ديال المدينه. تمشي لشي مول الفرما يكون عنده الارض بالسميه ديالو، غادي يديرك. غادي نقول لكم شنو ديروا الحل. غادي يديرك بانك انت خدام عنده في الوراق، بان السيد هذا كيخدم عندي. تمشي وتجلسوها في المقاطعه. غتمشي عند المقدم، غادي تعطي ديك الورقه تقول لي انا بان راني وليت خدام مع السيد هذا، كتب لي بانني انا راني فلاح. من بعد تمشي تشري واحد الالتزام من المكتبه كيدير درهم. داك الالتزام كتكتب فيه بانك هو اصلا ديجا في انا بانك راك عامل فلاح. تجيب هاد الورقه مع ديك الورقه ديال ديك السي، غادي تكيليزيوها انت وياه في المقاطعه. ابري غادي المقدم غيكتب لك ديك الورقه. من بعد غتدخل عند سعاده القايد، غادي يعطيك الشهاده ديال الفلاحه ديالك. والاخوان راكم عارفين الا كاين شي حاجه بلا ما نحتاج نقولها في الفيديو باش الامور تسرع وباش الامور تيسر. اما بالنسبه للفورميلير ديال الفيزا حتى هي الاخوان تجمعوها مع الدوسي هذا. بالنسبه للفورميلير ديال الفيزا نقول لكم حتى تمشيو لعين بورجه بالضبط، كاينين تما واحد 2 ديال القهاوي وشي محلبات تمايا، وفي نفس الوقت دايرين داكشي ديال
كيكتبوا لي كيعمروا لي فورميلير ديال الفيزا. ثم الاخوان سيروا عند داك الناس هذوك واحد تيعمروها بديك 80 90 درهم. تما سيروا عمروها دغيا سيغ بلاص. هما مولفين تيعمروها ما تيديروش الاخطاء مزيان. وفي حالات ما حتى كان شي غلط ولا نسيتو شي فوتوكوبي ولا طلبوا لكم شي ورقه، كتخرجوا لعندهم هما تيقضيو لكم الامور ديالكم داكشي باش مزيانه. كما قلت لكم وتمشيو تدفعوا الدوسي ديالكم. الله يسهل على الجميع. بالنسبه للاخوان اللي عجبكم بحال هاد لي فيديو هادو، نشرح لكم الطريقه من بعد ملي غتدفعوا الدوسي، شنو الاجراءات اللي غديروا، شنو اللي غيتبعكم، شنو الورق عاوتاني اللي تقدروا تجمعوا. خليوهم ليا في الكومونتير الاخوان، راني تنجاوب اي واحد ونقدر ندير لكم فيديو جديد. وان شاء الله الا بقى لي الوقت في هذا وسط هذا الاسبوع هذا غادي ندير لكم لايف ونجاوبكم على جميع الاسئله ديالكم اللي كتسولوني. سمحوا لي راه ما كنجاوبش، راه عندي وانا كما قلت لكم عندي بزاف ديال المشاغل، كنعتذر لكم. ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم لايف ونشرح لكم على الاسئله اللي كتسولوني فيها في الكومونتير. المهم تيكون هذا هو نهايه ديال الفيديو ديال اليوم الاخوان. خليوا لي الاراء ديالكم والتعليق ديالكم. كان معكم خوكم مروكي في فرنسا. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.